بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قناة البيت الدافي. النهاردة إن شاء الله معانا روتين حلو جدا بعد العيد بقى، كل سنة وانتم طيبين. مش هنسيب الدنيا بقى كده إيه يعني، نقول بقى عيد وخلاص ومريحين، لا نقوم بقى نشوف ورانا إيه ونظبط أمورنا ونظبط دنيتنا. كانت عندي برطمانات التوابل فاضية، وكنت انا غسلاهم، وكان في برطمانات كانت ناقصه حاجات. فالمهم البرطمان اللي بيفضى خدي اغسليه وظبطيه. المهم طلعت كيس التوابل بتاعي كده من التلاجة، وكانت عندي توابل. ده كان فلفل اسمر انا كنت طحناه ومجهزاه كده في البرطمان. خدت منه بقى شويه امن البرطمان الصغنون ده. كل ما تجيبي التوابل بتاعتك حصى وتتبليها عندك في البيت، كل ما بتبقى حلوه جدا، بتبقى ريحتها في الاكل حلوه قوي، عكس ما بتجيبيها مطحونه، لا بتبقى ليها ريحه ولا بيبقى لها طعم في الاكل. خدت بقى التوابل بتاعتي كده ظبطتها، والفلفل الاسمر وحبه حبهان كده كانوا برضو ناقصين عندي، وشويه بابريكا. البابريكا المدخنه كمان طعمها احلى واحلى بكتير من البابريكا العاديه، يا جماعه جربيها ومش هتندمي. كمان ظبطت الدنيا كده وظبطت الرخامه بتاعتي. هعبي بقى كمان البابريكا دي كمان عندي في البرطمان ده، يعني عشان افرقها عن الشطه انا حطاها في برطمان من التانيين بتاع التوابل، وده هعبي فيه البابريكا عشان افرقهم من بعض لما بكون بشتغل. او ممكن اقول لبنت من البنات حطي حاجه على الاكل ولا حاجه، تقوم حاطالي شطه تبوظ الدنيا. فكده علشان يعرفوا الفرق ما بينهم كمان. حط بقى معاها كمان المعلقه الخشب بتاعه التوابل ديت، وهنغطي عليهم وهنظبط البرطمانات بتاعتنا. ونشوف بقى الرخامة بتاعتنا دي كمان عايزة مسحة نظيفة كده وترتيبة محترمة كده، علشان بقى ايه المطبخ بتاعنا يفضل نظيف على طول، نفضل محافظين على الترويقة والتنظيفة بتاعة العيد. برغم ان انا يعني يمكن ما عملتش حاجة العيد ده بصراحة قوي، لان انا كنت مروقة المطبخ قبل رمضان ترويقة محترمة، وايدي فيها على طول باستمرار. كل ما حاجة بتتوسخ بغسلها بسرعة، وكل ما بيبقى عندي مثلا درج بايظ، رف بايظ، حاجة زي كده مش نضيف يعني، بمسكه وانضفه. فاحنا نستسهل بقى الايام دي كده ونخفف على نفسنا، وكل ما حاجه تتعمل نظبطها على طول، علشان تلاقي المطبخ بتاعك نظيف. يعني هو الفتره بتاعه رمضان طبعا المطبخ بتاعنا ده ما شاء الله، يعني اللهم بارك، تعب معانا جدا في رمضان. فاحنا بقى من حقنا ان احنا ايه، او من حقه هو ان احنا نظبطه كده ونسيبه دايما نظيف باستمرار. طول ما المطبخ نظيف، الشقه بتاعتك نظيفه، البيت بتاعك نظيف بصراحه، هو عصب البيت في موضوع النظافه ده بالذات. خدت بقى شويه صابون سائل كده والليفه ظبطتها. على فكره انا جبت ستيكر جديد للرخامه، لو حابين ان انا اركبه معاكم اكتبوا لي في الكومنتات، مش حابين خلاص تمام مفيش مشكله، انا هركبه وهوريه لكم ان شاء الله. وجبت كمان الستيكر اللي هو الحجري دوت للحيطه. بصراحه المنظر هيبقى حلو قوي قوي ان شاء الله يعني. بس انا لسه يعني عايزه اركبهم كده واظبط الامور بتاعتنا عشان اجدد المطبخ، لان انا ما كنتش عرفت ان انا اعمله ايام رمضان، بسبب بقى ان رمضان دخل علينا وكان الجو فيه شتاء وكان في مدارس وكده. فانا قلت خلاص مش مشكله. بالرغم ان استيكر الحجر ده والله انا جايباه من قبل رمضان كمان، بس قلت اخليه بقى على العيد. فبرضه ما عرفتش افرشه علشان استيكر الرخامه، فاستنيت لما جبت الاتنين مع بعض عشان يركبوا مع بعض كده ويدي منظر حلو. الاستيكر ده بصراحه منقر وما عادش عاجبني بقى خلاص. هنظبط بقى الرخامه بتاعتنا ونغسلها غسله حلوه بالليفه وبالصابون كده، ونخليها بتلمع، ونرص الحاجات بتاعتنا ونروق المطبخ بتاعنا. كمان التربو بتاعنا كان له حظ حلو النهارده برضو، اتمسح واتنضف. ورصيت البطاطس والبرتقال والحاجات ديت. عايزه انزل اجيب شويه خضار، يعني التلاجة بصراحه فضت، بس احنا عندنا الاسواق لسه ما اشتغلتش. ان شاء الله هنزل السوق ونجيب شويه خضار ونشوف الاسعار دلوقتي، لعل وعسى تكون الاسعار بتاعتنا ظبطت وارتاحت شويه عن ايام رمضان وكده. آه، طبعا اسعار الفراخ واسعار الحاجات دي ربنا الله المستعان فيها، بصراحة اسعارها غالية جدا دلوقتي. بس معلش مش مشكلة، هنحاول ان احنا نظبط امورنا برضو قدر الامكان وقدر المستطاع بالاكلات السهلة البسيطة تقدري تعمليها ان شاء الله. والله المستعان، يوم كده ويوم كده يا جماعة والدنيا بتمشي. نشفت بقى الرخامات بتاعتي ولمعتها تلميعة حلوة، شوف ما شاء الله بتلمع ازاي، تلميعة محترمة. وهنعمل النهارده برضو اكل سهل وبسيط. طبعا احنا خارجين من العيد، مش عايزين نقف كتير ومش عايزين نطبخ كتير، وعايزين حاجات على طول على طول، نطبخ طبخ سهل وبسيط كده. نعمل النهارده بانيه بطريقه حلوه برضو، والكفر بتاعه النهارده هيبقى مختلف. تابع معايا الفيديو للاخر علشان تعرفي انا عملت الكفر بتاع البانيه ازاي. طبعا الجزء بتاع الحيطه ده كمان مفيش غنى عن تلميعه محترمه كده برضو. وادي كمان القرصه بتاعه الكتل كمان لمعتها ومسحتها مسحه حلوه. والفيش بتاعتك كمان ما تنسيهاش، ايدك في المطبخ باستمرار.
المطبخ بتاعك يبقى زي الفل على طول. مش هتحتاجي بقى تعملي التنظيفه اللي هي الجامده قوي ديت، لا بالعكس. تعالي بقى نعمل لكاتل كمان كده دورة خل كده، او نغسله بالخل علشان برضو التكلسات بتاعة المية اللي بتقف في ارضية الكاتل كده تنضف. حطيت شوية مية كده وشوية خل عليهم، وهسيبه بقى يغلي غلوة، وهقوم طافية عليه واسيب المية السخنة دي فيه بس شوية كده، وبعد كده خلاص تمام. بتبقى ايه الارضية بتاعته زي الفل. باخده بقى اشطفه على الحنفية كده ومفيش اي حاجة خالص. التنظيفة دي يا جماعة بتبقى حلوة جدا بتاعة الكاتل. لو عندك مثلا غلاية من بتاعة القهوة، الحاجات دي تظبطيها بالخل بيخليها بصراحة تحفة. مفيش غنى عن الخل في البيت. كده ظبطت الرخامات بتاعتي ورصيت الحاجة كلها مع بعضها كده، والخل اهوت في المية اهوت. سيبته بقى لما خلاص الكاتل فصل، فسبت المية السخنة فيه لحد ما الأرضية بتاعته تنضف من اي تكلسات فيها. وهاخده بقى ايه اغسله بعد كده غسلة حلوة محترمة. ادي التربو بتاعنا كمان باركولي، جبت مفرش للعجين. هذا التربو بتاعنا كمان اتمسح واتنضف واتوضب. وده رف التوابل بتاعنا هو زي الفل ما شاء الله. رصيت برضو التوابل كلها اللي كانت ناقصه وكده، وظبطت الدنيا. تعالي بقى نعمل الغدا بتاعنا، بس انا بعد طبعا ما صليت الظهر الاول، وبعد كده قلت بقى اتبل البانيه بتاعنا دوت. انا كنت جايبه بانيه قبل العيد بحاجه بسيطه. تعالي بقى نتبله مع بعض. المره دي ما تبلتوش وعينته ولا حاجه، لا طلعته على طول اشتغل بيه. طلع بقى تبله شويه كده ساعه في التتبيله، وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. الميه الحمراء ديت معلقه من هريسه الشطه، فكيتها في شويه ميه صغيرين، حطيت عليها ملح، حطيت عليها فلفل اسمر، حطيت عليها هم عايزينه يبقى حار كده. جبت كمان بصلايه وهفرمها فرم ناعم، هاخد بس الميه بتاعتها. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد حطيت لها توم باودر على بصل باودر. وهسيب البانيه بتاعنا يتبل تتبيله حلوه. بس الاول افرم البصل ناعم جدا علشان اصفيها بالمصفى، عشان انا هاخد منها المية بس، انما التفل بقى هاخده اعمل به حاجة تانية. وزي جعفر العمدة ما بيقلب زي جعفر العمدة قلبت البصل بتاعنا بالشوكة كده او بالمعلقة، علشان انزل المية بتاعته بتاعت البصل في المصفى. الترند اللي طالع بتاع جعفر العمدة يا جماعة، مش عارفين هنعمل ايه والله العظيم. مش عارفين. كل حاجة تطلع الناس تقلدها. انا مش بقلده والله ولا حاجة، بس هي ايه جت معايا بالصدفة كده. نزلت بقى بمية البصل كمان على هرسة الشطة والمية ديت والتوابل الحلوة اللي فيها دي. وهبدأ بقى انزل بقطع الستريبس بتاعتنا كده. هحمره النهاردة هعمل الكفر لا بقسماط ولا بدقيق ولا بحاجة. انا هعمله بدقيق الذرة. دي الذرة اللي بنعمل منه البسيسة. حلو جدا في الكفر بتاع البانيه، وبيقرمش وبيبقى البانيه من جوه طري. حاجة بصراحة جميلة جدا. هسيب بقى البانيه بتاعنا كده يتبل. جيب كمان شوية روزماري، وادي كمان بضايع عليه كله مع بعضه. يلا يلا شقلب قلب شقلب شقلب. قلبت بقى كل المكونات على بعضها كده، وهخلي البانيه بتاعنا يتبل في التتبيله الحلوه ديت، وهسيبه بقى براحته كده لحد ما انا اشوف انا هعمل ايه تاني. وبعد كده هرجع له علشان اظبط الغدا بتاعنا النهارده. النهارده هنعمل رز اصفر. ادي دي الذره بتاعنا. كنت الاول بحط مثلا آه نشا ودقيق ابيض ومعلقه كاري او معلقه كركم وشويه من اللهم صل على النبي، وشويه كمان من بودره الزعفران وكده. لا المره دي الذره بصراحه اداله لون واداله طعم وطراوه بصراحه تحفه تحفه. جربيه مش هتندمي. طلعت بقى القطعه بتاعتنا كده وخدتها على دقيق الذره، وهبدا بقى اغطيها. ايدي اللي في الشوكه ديت شغاله تطلع البانيه، والايد التانية علشان اطلع بيها او يعني مش عارفه اسمها ايه. اغطي اعمل الكفر بتاع البانيه كويس جدا، واضغطي عليه جامد علشان يطلع معاكي حلو زي الفل كده. يفضل ماسك عليه كده. حابه تحطيه شويه في التلاجة تمام، علشان برضو ما ياخدش معاكي يعني ما يفكش منك ولا حاجه. تقدري تحطيه في التلاجة لو انت معاكي وقت ولا حاجه. بس كده خلاص بقى. كل اللي بيعوز بقى يتغدى او كده بعمل له سخن كده، بيطلع البانيه جميل جدا. هما مش بياكلوه بصراحه غير وهو سخن. طلعت البانيه بتاعنا وحمرته ما شاء الله، طعمه جميل وريحته حلوه جدا، والقرمشه بتاعته ما اقولكيش، والكفر بتاعه جميل عليه.
وعملت كمان رز اصفر. الف هنا وشفا لكل اللي جرب الطريقة وتعجبه. والسلام عليكم ورحمة الله.